تخيلوا معي عالماً اختفت فيه 10 أيام من التقويم. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ وما السبب وراء هذا الاختفاء الغامض؟ قد يبدو الأمر كأنه خيال علمي، لكنه حدث بالفعل. نعم، في زمن ليس ببعيد شهدت أوروبا حدثاً غريباً ومثيراً للدهشة. ففي عام 1982 نام الناس في أوروبا ليلة 4 أكتوبر ليستيقظوا في 15 منه. تخيلوا الصدمة والارتباك الذي شعر به الناس في ذلك الوقت. فأين ذهبت تلك الأيام المفقودة؟ هل كانت هناك مؤامرة؟ أم أن هناك تفسيراً علمياً لهذا اللغز؟ يكمن الجواب في قصة رائعة تجمع بين علم الفلك والدين والسعي إلى إيجاد طريقة أكثر دقة لقياس الوقت. في ذلك الوقت كان التقويم اليولياني المستخدم غير دقيق، مما أدى إلى تراكم الأخطاء على مر السنين. لذلك قرر البابا غريغوري الثالث عشر إصلاح التقويم، وأصدر مرسوماً يقضي فيه 10 أيام من شهر أكتوبر عام 1880. وهكذا ولد التقويم الغريغوري الذي نستخدمه اليوم. هذا التغيير لم يكن سهلاً، فقد واجه مقاومة من بعض الدول التي استمرت في استخدام التقويم اليولياني لعدة قرون. لكن في النهاية انتصر العلم والدقة، وأصبح التقويم الغريغوري هو المعيار العالمي. وهكذا تظل قصة الأيام العشرة المفقودة تذكيراً لنا بأهمية السعي المستمر لتحسين فهمنا للزمن والعالم من حولنا. لعدة قرون اتبعت أوروبا التقويم اليولياني الذي وضعه يوليوس قيصر عام 47 قبل الميلاد. كان هذا التقويم ثورة في عالم الحساب الزمني، حيث اعتمد على السنة الشمسية بدلاً من القمرية، مما جعله أكثر دقة واستقراراً. وكان هذا التقويم تحسيناً هائلاً مقارنة بالأنظمة السابقة، فقد كان يعتمد على دورة الشمس، مما جعله أكثر توافقاً مع الفصول الزراعية والأنشطة البشرية المختلفة، وقد ساعد هذا في تنظيم الحياة اليومية بشكل أفضل. ومع ذلك كان لديه عيباً صغير، فقد أخطأ التقويم اليولياني في حساب طول السنة بمقدار 11 دقيقة و14 ثانية فقط. قد يبدو هذا الخطأ ضئيلاً، لكنه كان له تأثير كبير على المدى الطويل. لكن هذا الخطأ الصغير على مدى قرون تراكم ليصبح كبيراً. فمع مرور الوقت بدأت الفصول تتغير بشكل غير متوقع، مما أثر على الزراعة والاحتفالات الدينية. وقد لاحظ العلماء والفلكيون هذا التغير وحاولوا إيجاد حلول له. وبحلول القرن السادس عشر كان التقويم اليولياني متأخراً عن مدار الأرض الفعلي بحوالي 10 أيام. هذا التأخير دفع البابا غريغوريوس الثالث عشر إلى إصلاح التقويم، مما أدى إلى إنشاء التقويم الغريغوري الذي نستخدمه اليوم. كان هذا الإصلاح ضرورياً لضمان دقة الحسابات الزمنية وتوافقها مع الفصول الطبيعية. لم يمر هذا التناقض بين التقويم وفصول السنة مرور الكرام، فقد قرر البابا غريغوريوس الثالث عشر رئيس الكنيسة الكاثوليكية إصلاح هذا الخطأ، فقام بتشكيل لجنة من علماء الفلك والرياضيات، وكانت مهمتهم تصميم تقويم جديد يتوافق بدقة مع مدار الأرض حول الشمس. كان الحل هو التقويم الغريغوري الذي سمي على اسم البابا. لتصحيح الانحراف في التقويم تم ببساطة حذف 10 أيام. ففي عام 1880 وبقرار بابوي أصبح يوم الجمعة 15 أكتوبر هو اليوم التالي ليوم الخميس 4 أكتوبر مباشرة. تخيلوا الارتباك الذي حصل، فقد اضطر الناس للتكيف مع واقع جديد اختفت فيه أيام بشكل حرفي. لم يكن التغيير موضع ترحيب عالمي، فقد قاومه بعض الناس وتمسكوا بالتقويم القديم، بينما شعر آخرون بالارتباك بشأن التواريخ والمعاملات المالية والشعائر الدينية. تخيلوا أن تشرحوا لشخص ما أن عيد ميلاده الذي كان يصادف عادة في 6 أكتوبر لم يعد موجوداً في التقويم. يبرز إصلاح التقويم الغريغوري أهمية موائمة قياسنا للوقت مع الساعة السماوية للكون.
فدوران الأرض حول الشمس ودورانها حول محورها هي الإيقاعات الأساسية التي تحكم حياتنا. ويعد التقويم الدقيق ضرورياً للزراعة والملاحة وفهمنا لمكاننا في هذا الكون. حظي التقويم الغريغوري على الرغم من أنه قوبل في البداية بالرفض بالقبول تدريجياً، فقد تبنته الدول الكاثوليكية أولاً ثم تبعتها الدول البروتستانتية على مدى القرون التالية. واليوم يعد التقويم الغريغوري هو نظام التقويم الأكثر استخداماً في العالم، مما يدل على دقته وفعاليته. يدين تقويمنا الحديث لرؤية البابا غريغوريوس الثالث عشر ولبراعة علماء الفلك الذين ابتكروا هذا الحل الذكي، فقد ضمن عملهم بقاء تقويمنا متزامناً مع مدار الأرض، مما يمنع حدوث المزيد من الانحراف في التقويم ويبقينا متوافقين مع الإيقاعات السماوية التي تحكم عالمنا. يعد التقويم الغريغوري مثالاً رائعاً على اتقاء العلم بالثقافة، فهو يظهر كيف يمكن لفهمنا للعالم الطبيعي، في هذه الحالة حركة الأرض حول الشمس، أن يؤثر حتى على أكثر جوانب حياتنا أساسية، مثل كيفية قياسنا للوقت. كان إصلاح التقويم الغريغوري لحظة محورية في التاريخ، فلم يكن الأمر مجرد حذف 10 أيام، بل كان خطوة جريئة نحو تصحيح الأخطاء المتراكمة في حسابات الزمن. بل كان الأمر يتعلق بمواءمة حياتنا مع الكون، حيث كانت الفصول تتغير بشكل غير متوقع، مما أثر على الزراعة والاحتفالات الدينية. وضمان أن يعكس تقويمنا بدقة رحلة الأرض حول الشمس، كان هذا التعديل ضرورياً لضمان أن تتزامن الأعياد المسيحية مع الأحداث الفلكية الصحيحة. ولا يزال هذا الإصلاح الذي تم تنفيذه منذ أكثر من 4 قرون يشكل عالمنا، حيث اعتمدت معظم دول العالم هذا التقويم، مما يدل على القوة الدائمة للإبداع البشري وسعينا لفهم الكون الذي نعيش فيه. إن هذا التقويم ليس مجرد أداة لتنظيم الوقت، بل هو رمز للتقدم العلمي والتعاون الدولي. واليوم يستمر العلماء في دراسة وتحسين فهمنا للزمن والكون، مما يعكس الروح المستمرة للابتكار والاكتشاف.